السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخواطر دي النهاردة هتكلم في حاجة بسيطة أوي وكلنا عايشينها. حياة الإنسان بني آدم حياته زي سكة السفر، فيها محطات ومراحل. كل محطة بنتعلم منها حاجات كتيرة أوي، وكل كام محطة بيبقوا مرحلة في حياتنا. ممكن تلاقي مرحلة تحس إن أنت داخل عليها، إن أنت داخل حاجة صعبة جدا، وتطلع من أجمل مراحل حياتك. زي ما يعني اتعلمنا ان عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وفي المثل الشعبي بيقول لك ايه؟ اللي تخاف منه ما يطلعش احسن منه. فلا، مراحل في حياة الانسان بتطلع من مرحلة لمرحلة. حياتك كلها محطات، من محطة لمحطة لمحطة. الكلام ده كله شيء كويس، بس المهم ان انت كل محطة تعدي عليها تتعلم. ما تخليش تعدي كده. اتعلم. اتعلم منها حكمة، اتعلم منها موقف، اتعلم منها ازاي تتعامل مع الناس، اتعلم منها خبرة. كل يوم هيعدي عليك محطة ومرحلة هتكتسب حاجات كتيرة. فيا رب تكون كل واحد المحطات اللي تعدي عليه يتعلم منها ويستفيد. آه، يعني حاجة خطرة بسيطة جدا، ومش عايز منها وقت كتير. بس هي مش هقول فيها اكتر من كده، لان الواحد مر في حياته مراحل كتيرة، محطات كتيرة، محطات حلوة، محطات وحشة، مراحل كويسة ومراحل وحشة. بس بيتعلم من كل مرحلة بحاجة، بيستفيد. فمثلا محطات فقدان الأعزاء محطات صعبة، بس بتتعلم منها الصبر، ان انت ترضى بقضاء ربنا. تتعلم منها حاجات حلوة، ان انت تبقى قوي. نعم، فراق الأحبة، فراق الناس العزاز بيوجع، بس كل ما بتتوجع وتقف على رجليك بعد منها وتقدر تستعيد نفسك، انت بتبقى قوي. خلي الموقف يعدي عليك يقويك، ما يكسركش. ونصيحتي لكل حد عدى بمراحل كتيرة، بمحطات فرح، محطات حزن. ساعة الفرح افرح، افرح، افرح. وساعة الحزن عديه. اه، لازم تزعل، لازم تحزن، طبيعي. بني ادم لازم كده، شخصيتك عايزة يبقى فيها توازن. فالفرح اديله وقته، والحزن متقفش عنده كتير. وتعلم من كل خطوة في حياتك. هتقابل ناس هتتعلم منهم، كانوا حلوين او وحشين. وكل ما انت بتعيش كل ما بتقابل وتتعلم وتكتسب خبرات وصداقات وحاجات كتيرة كويسة. وهتشوف حاجات كتيرة حلوة وحاجات كتيرة وحشة. وشكرا ليكم، مع السلامة.